السلام عليكم مراجعينا ومتابعينا الكرام. راح نتكلم اليوم عن موضوع الناسور العصعصي، هو عبارة عن قناة أو تجويف في منطقة العصعص أسفل الظهر. غالبا ما يصيب الأشخاص اللي يجلسون فترات طويلة، طلاب الجامعات، طلاب الإعدادية أو السواق. الأشخاص اللي يعانون من كثافة الشعر في منطقة العصعص أو أسفل الظهر، اللي يعانون من سمنة مفرطة. طبعا دائما احنا ننصح بمراجعة المريض بأسرع وقت ممكن. الأعراض اللي يعانيها المريض دائما أما تورم في أسفل الظهر، أو إفراز أو صديد، أو قيح متكرر. بعض الأحيان تكون رائحة كريهة في منطقة العصعص. طبعا هناك طرق مختلفة لإجراء عملية الناسور العصعصي. كلما كان الناسور بالبداية كلما كان سهل، كلما نستطيع إجراء العملية عن طريق الليزر، وراح تكون سرعة بالنقاهة بعد العملية، والعودة إلى العمل بأسرع وقت، آلام قليلة، جروح صغيرة. هناك طرق الناسور المعقد. بعض الطرق هي الطريقة المغلقة أو الطريقة المفتوحة لعلاج الناسور العصعصي. دائما ننصح بعد العمليات، أغلب مرضانا نقول لهم كلما كانت العناية بنظافة المنطقة، حلاقة المنطقة، أو إجراء ليزر لإزالة الشعر، كلما كانت نسبة الرجوع قليلة. الأشخاص اللي يعانون من سمنة مفرطة يعني ننصحهم بتقليل الوزن لتقليل رجوع الناسور. الأشخاص المدخنين يعانون من نقص المناعة، كلها أسباب لعودة الناسور، بالإضافة إلى عدم الجلوس لفترات طويلة. إن شاء الله نتمنى الصحة والعافية لجميع مرضانا. الدكتور أحمد كاشف، غطاء اقتصاد دقيق، جراحة القولون المستقيم.